سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، ابني أحمد صلاح محمد سيد أحمد المتهم البريء بسجن جمصة شديد الحراسة، سجن الجديد رقم 4، بريء من التهمة الملفقة له في القضية 34/796 لسنة 2018 جنايات جنح من القمح، والمقيدة برقم 29/74 لسنة 18 كل جنوب الزقازيق، حيث أن أولياء الدم الستة أنفسهم برأوا ابني وقالوا ملوش دعوة بالقضية، ولا شفناه ولا نعرفه، ولا بيننا وبينه خلافات، ولا بينه وبين أبونا وأمنا أي خلاف. وأدي يا بيه بتاريخ 14/10 سنة 20 أهو، وأدي بتاريخ 7/6/21 نفي صريح أهو نفي صريح أهو، وادي بتاريخ 5/7/21 نفي صريح التهمة جملة وتفصيلا عن ابني، وادي بتاريخ 3/9 سنة 24 بتاريخ 3/9/24 نفي شامل عن التهمة جملة وتفصيلا عن ابني، وادي آخر حاجة في 16/3/25 نفي التهمة عن طريق الأزهر الشريف، راحوا وبصموا ووقعوا والأزهر اعتمد. يا بيه عاوزين محكمة النقد عاوزة تعدم إيه؟ ابني ليه؟ هي بينها وبين ابني هم عاوزين شبش في ده؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، واحد قتل إحنا مالنا؟ أنا مالي ابني ماله؟ وأدي أعضاء مجلس الشعب هم راخرين أهم قالوا ابنك مش هو ومضوا وافقوا لنا أهو. ابني دي يا بيه دخل 18 سنة بقاله 7 سنين مسجون ظلمة، بقاله 7 سنين مسجون ظلمة، حرام ولا حلال؟ دفع عهدك يا سيادة الريس. يا بيه يا سيادة الريس بجرد قلم تعيد الحق إلى نصابه، بجرد قلم تخلي ابني البريء يطلع براءة. انتوا عاوزين تشتغلوا ايه يا محكمة النقد؟ ما يرضيش ربنا، ما يرضيش ربنا يا سيادة الريس. أنا رسالتك من حبي فيك أهو، من حبي فيك رسالتك أهو عشان أنا عارف إن عهدك عهد مبارك إن شاء الله مش هينعدم ابني. يا سيادة النائب العام وناشد السيد النائب العام، ابني بريء ما عملش حاجة، أنقذوا ابني هينعدم الصبح يا سيادة الريس. يا سيادة الريس يا معالي النائب العام، ابني بريء، ده ذنب ابني في رقبة مين ودمه في رقبة مين؟ استغيث بكم يا سيادة الرئيس، ارحمونا، احنا عارفين ان احنا ملناش لازمة في البلد دي واحنا عبيد. يا سيادة الرئيس ابوس ايدك ارحم ابني يا سيادة الرئيس. الورقة كله البراءات اهو، دي انتوا بتعاملونا كأن ابني ما معوش حاجة من دي خالص، وابني ما شالش في الجريمة اصلا. الله، أنا رقم تليفوني 011-22-22-47-17. ابني أحمد صلاح محمد سيد أحمد بسجن جمصة شديد الحراسة رقم 4 سجن الجديد، بريء يا سيادة الرئيس من التهمة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا سيادة الرئيس أغيثنا يا سيادة الرئيس. يا معالي النائب العام، الورق بتاعنا الالتماسات بالقدامة بترتمي في الزبالة وانا على الاسفلت. يا سيادة معالي المستشار النائب العام، انقذونا، انقذوا احمد صلاح البريء. والسلام عليكم.